سيدي الصديق، نعم. اليوم عندي معك واحد التحدي، ان ديفي. 12 القرن ديال المغرب في 12 دقيقة. 12 مينوت بغيتك تعطيني التاريخ ديال المغرب. امتحان صعيب هذا. ليس بالصعب على الجبال يلا نبداو. وعلى الريف. اولا الدوله المغربيه تكونت على يد واحد السيد سميتو ادريس. وادريس جا من الشرق، هو من العائله ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى اللي وصل للمغرب بوحدو هو واحد السيد مساعد ديالو. القبائل ديال المغرب كفات حوله وقالت له انت غتكون السلطان ديالنا. هو ادريس الاول اللي مدفون في مولاي ادريس زرغون. الله يسخرك. ملي مات خلى مراتو حبله، مراتو هي كنزه. لكن زي مال الملوك. هي ملي قالوا سيدي حنا ما نعينوا دابا حتى تولد كنزه. كنزه هي اللي عطوها له هديه. ملي ولدات ادريس سماوه على با ادريس الثاني. اذا هادو هما الادارسه اللي حكموا حوالي 200 عام المغرب. شنو خلاو لنا الادارسه؟ خلاو لنا مدينه فاس وخلاو لنا القرويين. الله. من بعد منهم شكون اللي غادي يجيو؟ شكون؟ غادي يجيو من الصحراء المرابطون. داكوغ. لان المغرب بدات فيه مشاكل، جاو هما باش يوحدوا المغرب، ولكن جاو كذلك باش يعتقوا الاندلس. التدخل ديالهم في الاندلس خلى الاسلام يبقى في الاندلس 500 عام زايده. غراس او مغابيد. غراس او مرابطين. داكوغ. قطعوا. تصور دابا 150 ألف ديال المجاهدين كيفاش غادي يقطعوا هذه 1000 عام وغادي ينزلوا في اسبانيا وغادي يمشيو وغادي يهزموا، يعني غادي يغلبوا الجيوش ديال النصارى. شنو غادي يخليو لنا؟ شنو غادي يخليو لنا؟ مراكش. الله. هو ديالهم المرابطين. ولكن هنا لابد نشيروا على ان اللي وزع مراكش وقال لهم هنا ديروا الجامع وهنا ديروا السوق هنا كذا هي واحد المراه. هي زينب النفزاويه، هي مرات السلطان. هي اللي تكلفت باش ديرها. من بعد شكون اللي غادي يجيو؟ غادي يجيو الموحدين. لا اله الا الله. الموحدين هادو امازيغ. داكوغ. غادي يجيو، غادي يكون الرئيس ديالهم هو المهدي بن تومرت. هو اللي قال راسو المنتظر. هو اللي كان تيقول نبي بانه تقريبا نبي. وكان في التنظيم ديالو تيشبه دائما التنظيم ديال سيدنا محمد. اللهم صل عليه وعلى اله. اللهم صل على سيدنا. اذا الموحدين جاو زادوا حافظوا على الاندلس وخلاو لنا علامات كبيره في تاريخ المغرب. شنو هي هذه العلامات؟ علاش؟ خلاو لنا اولا في مراكش جامع الكتبيه، الصومعه الكتبيه. على سماوها الكتبيه لان تحتها كانت واحد العدد ديال لي كيوسك اللي تيبيعوا الكتبه. لا اله الا الله. فسماو عليها الكتبيه. الله. ولكن هذاك السلطان احمد المنصور اضافه الى ذلك كان يقضي 6 شهور في سيفي و6 شهور في مراكش. قال يا ودي نبغي نصلي في سيفي حتى انا خصو جامع. بنا جامع في سيفي. والسمعه ديالها اسمها لا خيرالدا، مأخوذه من النطق العربي الخالده. أرادها أن تكون خالدة فلا خيرالده. وزاد وبنى حسان في الرباط. حسان ما كملهاش، كانت كامله شويه، ولكن ملي وقع واحد الزلزال في برشلونه طاح منها شي حاجه، وكان باغي يديرها هي الاسكندريه ديال المحيط الاطلسي. سبحان الله. وهذيك السمعه كان باغيها بحال المناره التاريخيه ديال الموحدين الاسكندريه اللي كانت في مصر. داكوغ. مع منهم الموحدين شكون اللي غادي يجي من بعد الموحدين؟ غادي يجيو المارينيون. المارينيون ما جاوش بواحد الدافع اسلامي بواحد الايديولوجيه اسلاميه. ولكن جاو اعتنوا بالثقافه. وهذاك العنايه ديالهم بالثقافه خلاهم ياخذوا واحد الشرعيه باش يحكموا. شنو داروا المارينيين؟ المارينيين بناو بزاف ديال المدارس تتسمى المدارس المارينيه ما سبحان الله. وداروا مثلا هنا في فاس داروا مدرسه العطارين ومدرسه اخرى داخليه بحال سيتي يونيفرسيتير في داخل الوقت. مشيت لها. وفي عهدهم غنذكر لك 3 ديال الرجال العظام المدينيين ديال اللي كانوا عايشين في الوقت ديالهم. داكور. لانهم كانوا رجال الثقافه والقصر مفتوح للمثقفين والشعراء ومالين الملحون ومالين الشعر ومالين كذا. اول واحد هو ابن خلدون. ابن خلدون خلق في تونس وجا المغرب قرا وخدم ومشى للجزائر كتب المقدمه ديالو الشهيره. هو اول سوسيولوج في تاريخ الانسانيه.
لكن ملي تنقول لك تونس والجزائر ما كانوش هاد الدول، هادشي كله كان المغرب. كانش حدود. ما كانش، لا ما كاينش الدول، واو، هذا كله كان المغرب. كله كان المغرب. دابا ملي تقسمنا واحد تيقول لك لا هذا ديالنا، لا هذا ماشي ديالنا، ما كاين باس. كاين مشكل. الثاني هو بنو بطوطه. بنو بطوطه هذا واحد في الحقبه المارينيين حتى هو. المارينيين. هذا السيد هذا عنده 21 عام مشى للحج. ايوا. فعاود الحج ديال الحج رجع بحالو، عجبو الحال، قال غنمشي للقدس، قضى شهرين في القدس، قال غنمشي للحلب، قعد 3 شهور، عاود رجع حج، عاود مشى وداع. لا اله الا مشى الله. لاسيا كلها، ومشى للهند، ومشى للصين، ومشى حتى لواحد الجزر اليوم الناس تشتاق تمشي لها، هي اللي السيشال. واو، وصل لهم بالبطوطه. وصل لهم بنو بطوطه. 25 عام هو غايب. ملي دخل عيط له السلطان، قال له فين كنتي ديك 25 عام؟ عاود لي شنو درتي؟ قال له نعم سيدي، انا مره كنت تنخدم امام في الجامع، مره تنخدم مؤذن، مره تنخدم قاضي، مره تنخدم مرشد، مره تنخدم بيديه، ولا تزوجت. قال له هادشي اللي تعاود لي، عاود لي شويه على الصين كي دايره. قال له كذا كذا، عاود لي على، قال له هادشي خصك تكتبو. واو. لهذا كتبو وخلاه. واو. من بعد شكون اللي غادي يجي؟ الرجل الثالث. السعديين. لا بلاتي، دوك 3 رجالات كانوا باش ما ننساو. انا متبع معاك. بنو الخطيب. هذا بنو الخطيب يسمى في الاندلس ذو الوزارتين. علاش؟ خدام، هذا كان خدام في السيفي. وقع له شي خطر تما غادي يقبطوه، هرب جا للمغرب، عاش في سلا واحد 3 سنين، وجا لفاس عاش فيها، والناس كرموه، والسلاطين تقبلوه، وقال الشيعة كثير في سلا وفي فاس وكذا وكذا، وتحل المشكل ديالو، رجع. لا نرجع الاندلس. داكور. عاود عينه وزي، علاش نقول له ذو الوزارتين؟ كان وزير في المغرب وزير في لا وزير في الاندلس، وجا للمغرب هربان، ورجع للاندلس، عاود عينه وزير. مانيفيك. ذو الوزارتين بن الخطيب. انا كنتعلم معك اخي السلطان. بعد عاد قلنا جاو السعديين. باللي مشى تيقول ودي انا ما تهلاوش فيا وما داروا لي والو، انا فاسين ما اعتبرونيش، والسلك السلعه راه خايبه وكذا كذا. واحد الساعه هو ما بقاش وزير، ورجع. ايوا. رجع طايح للارض. مات هنا. سبحان الله. مات في فاس. بن الخطيب. بن الخطيب مات هنا في فاس. مانيفيك. الناس داك الهضره اللي قال فيهم بقاو حاقدين عليه. ياك. دفنوه، جاو الناس في الليل حلوا القبر ديالو، خرجوا حرقوه، باب محروق. سبحان الله. واو 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 واو، واش شكون اللي غادي يجيو؟ غادي يجيو السعديين. ما عرفتش واش 12 دقيقه وصلنا لا مازال عندك 6 دقائق اخرين. عندك 5 دقائق. عندك سيدي جاو السعديين. اييه. السعديين احسن حاجه، اكبر حاجه داروا هي اولا غلبوا في معركه واد المخازي. تخي بيان. هي اللي تتسمى معركه 3 د الملوك. هذه طرات تقريبا قدام القصر الكبير. تخي بيان. شنو هي هذا الملك ديال البرتغال صغير، عنده شي 26 27 عام، تيحلم باش يرد المغرب بلاد نصرانيه، بلاد كاثوليكيه. وعيوم يقولوا له الله يهديك، عيوم يقولوا له ما تمشيش، عيوم قال لهم الله حتى نمشي. ايوا. جا هو والحكومه ديالو والعيالات ديالو والفلوس ديالو، وقال هادشي ساهل انا غندخل. جا واد المخازن كلاوه مات. سبحان الله. مات، وبقى منزل في القصر الكبير واحد الشهر، وما تيحنطوه على ما يجيو البرتغاليين يخلصوا باش يديوه. سبحان الله. الملك الثاني هو عبد الملك. هو اللي وجد الخبر، هو اللي وجد النهار اللي غادي يوقع المعركه. الرجل مريض. لا اله الا الله. بداو تيقولوا الناس السلطان مريض. جا قال لهم لبسوني وخرجوني. واو. باش يشوفوني الناس، يشوفوني الجيش، يشوفوني القاده، وشجعوهم لان المعركه غتبدا. شافوه ودخلوه نعسوه، عارف راسو غادي يموت، دار يديه على فمه وعيط لخاه، قال له انت اللي غتجي مورايا، ودار يديه هكذا، يعني عندك تقول للناس انا مت. لا اله الا الله. تكمل المعركه. كملات المعركه. سبنا راسنا ديك الساعه حاصلين اسبانيا في الشمال والترك في الشرق. ما عندناش كيفاش نزيدوا. شنو غادي يديروا السعديين؟ غادي يهبطوا للصحراء. ايوا. غادي يمشيو لكاو، غادي يمشيو للنيجر، ايوا. غادي يمشيو لمالي. تما غادي يمشيو، غيديو معاه القران والمصاحف، وغادي يديو العلماء. واو. وغادي يديو، وغادي تما يجيبوهم تما الذهب، ويجيبوا العبيد، ويجيبوا كذا كذا. فاصبح المغرب عنده واحد العمق
افريقي. وطومبوكتو لحد اليوم بقى فيها علامات ديال الوجود المغربي هناك. اكستراوردينير. هادو هما. ولكن كاين السعديين داك واحد القضيه كنتي قلتها لي من جيت عندك السلا. اييه. هي المنصوريه السعديه. هذاك محمد المنصور. دابا المنصوريه اللي كنلبسوا غافيان الوي. هو السلاطين ديك الساعه كانوا تيلبسوا القفطان. اييه. وهو طاحت عليه فكره يدير فوق القفطان شي حاجه تكون خفيفه. اييه. فهمتي تظهر. اييه. القضيه اللي لابس دابا. اييه حياتي. ملي لبسوها ما الناس ما عرفوش شنو هي. شكون اللي غادي يسميها؟ شكون؟ قال قصيدي راه تلبسها المنصور، قال وسميها المنصوريه. المنصوريه. او اكستراوردينير. واحد العبد عنده سميتو فراجي. واحد النهار كان تيضحك. تعرف في القصر عندهم واحد النهار في السنه. هذوك المخازنيه وداك الشيء عندهم الحق يقولوا لا. لا تيقول له الملك قول له لا سيدي ما دايرهاش نهار واحد وما يتعاقبوش. ايوا قال له نعم سيدي انت عندك المنصوريه وحنا ما عندناش. قال له ما راوليش يتوب. عطاو التوب قال له خيطها عطاه شي توب عيان. هو سميتو فراجي. ولبس شنو؟ فراجيه. اوه مازال لك جوج دقائق من بعد السعدين شنو كاين؟ العلويين. الله ينصرهم. العلويين هذه 350 عام. يعني يمكننا نقولوا على ان مولاي اسماعيل هو اللي اسس اول جيش مغربي وطني. يمكننا نقولوا بان سيدي محمد بن عبد الله هو الملك اللي اعترف بوجود الولايات المتحده الامريكيه. تخي بيان. يمكننا نقولوا مولاي سليمان هو اللي عطى الامريكان الارض في طنجه باش بناو هذاك المحل وصوبوه. يمكننا نقولوا على ان من بعد الحسن الاول هو اللي حافظ على الاستقلال ديال المغرب ودار واحد العدد ديال الحركات مشى لكل محل. وجا وقت اللي طارف فيه المغرب حتى دخل الوجود الاجنبي اللي دام 45 عام. واللي السلطان محمد الخامس اللي جا رجع مالك هو عنده 17 18 عام هو اللي قاد الحركه الوطنيه. وتعاكس مع الفرنساويين جاو ما خطفوه داوه المغرب الكورسيكا بقى فيها 3 شهور. ومن بعد هزوه داوه لمدغشقر بعيد علينا ب 10000 كيلومتر باش ما عمره ما يعاود يرجع للمغرب. سبحان الله. ولكن المغاربه كافحوا وناضلوا وهزوا السلاح وضربوا وفرنسا اضطروا يردوه ورجع منتصر. ومن رجع ما بقيناش نقولوا السلطان بدينا تنقولوا الملك. لا اله الا الله. هو اللي قالها. إذا عندنا الملك الاول في تاريخ المغرب هو محمد الخامس. مانيفيك. والملك الثاني في تاريخ المغرب هو الحسن الثاني. وسيدنا الله ينصرو هو الملك الثالث. مانيفيك. ثم جاء الحسن الثاني وبنى الدولة العلوية المغربية القوية. أسسها ضغطها الإدارة دار الجيش دار كذا دار كذا كذا. وجا سيدنا الله ينصرو سيدي محمد والله ينصرو الله يشافيه. امين. وحول المغرب دابا المغرب مشى. المغرب عندك اسيدي واحد تي جي في كبير وواحد اخر غادي يتبنى. عندك واحد الميناء في طنجه كبير واحد الداخله. شوف انا مشيت للداخله باش نختموا هذا الشيء. مشيت للداخله. الداخله يا سيدي يا مولاي معدل العمر ديال المهندسين 32 عام. واو اللي تيبنيو دابا الداخله. هذا اكبر يعني غادي يكون في الاطلسي. واو. من الجهه ديال افريقيا. البرج الميناء الجديد. الميناء الجديد الدراسات الاولى ديالو دامت 6 سنين كلها شركات مغربيه. البناء ديالو غيدوم 7 سنين كلها شركات مغربيه. معنى ان المغاربه ما بقاوش يجيبوا من الخارج اللي يبني لهم بلادهم. واو. اللي يمكننا نقولوا في الاخير وتنظن قربنا نوصلوا 12 دقيقه. الحمد لله المغرب الان في الطريق الصحيح في الطريق الجميل. والله ينصر سيدنا والله يخلينا دائما يعني واحد الشعب متضامن من اجل يعني الدفاع عن الكرامه وعن الوحده الوطنيه. هل عاصرت الملوك عاصرتي الملك محمد الخامس؟ عاصرت محمد الخامس وكنت حاضر النهار اللي رجع. لا اله الا الله. من المنفى يوم 16 نوفمبر 1955 وكنت حاضر في الجنازه ديالو. الله. ونقول لك واحد القضيه ما عمري ما قلتها. انا ملي كنت عندي 7 سنين با الله يرحمه داني معاه المقصر. ايوا في عيد العرش ديك الساعه الناس شي واحد 20 الناس يتعرضوا ولا 30. ملي كنا داخلين جا واحد الوزير ديك الساعه سميتو احمد العلوي قال له السي معينو واش حنا عندنا عرض الاطفال هنايا ما جيب الدري. ايوا انا ما جيتش لعندك انا جيت عند محمد الخامس. لا اله الا الله. ودخلنا وجا محمد الخامس دار يدي على راسي
الله. قال له الله يحفظه وحفظ لي هذه السير. ديك الساعه كانت هذاك للشين. للسير بالسين. الله الله. ايوا هذا حنا كنظن زدنا واحد الدقيقه ما كاين باس. مانيفيك. الله يخليك لي الناس الصداع.